في أواخر القرن ال 18 كانت في حالة من الغموض عند كتير من الدكاترة، وده بسبب الأعراض الغريبة اللي كانت ظهرت على كتير من المرضى، زي مثلا تورم في الجسم وغير الاحمرار والهرش، خاصة وإن أغلب المرضى ما كانوش واكلين حاجة غريبة ممكن تقول إن دي تسببت لهم الأعراض دي. وبسبب غموض المرض ده الدكاترة سموه مجازا بحساسية الأعصاب، لحد ما جه العالم جون كيركوود سنة 1910 وبدأ هو وزملائه في أخذ عينات من الدم من المرضى المصابين عشان خاطر يعرفوا إيه سبب الأعراض اللي عندهم ديت. وبدأت الأبحاث واستمرت السنين لحد ما وصلوا للمادة اللي كانت مسببة للأعراض دي وسموها مادة الهستامين. موقفوش لحد كده، بل بالعكس بدأوا كمان يشتغلوا على مركبات كيميائية توقف مفعول المادة ديت أو حتى تقلل من أعراضها، وبالفعل وصلوا للمادة دي وسموها مبدئيا أنتي هيستامين 17 أو مضاد الحساسية رقم 17، وكانت جايبة نتائج ممتازة وقللت من الأعراض اللي احنا قلنا عليها من شوية. في عام 1942 طرح أول علاج بيحتوي على المادة ديت كمضاد للحساسية، وكان تحت اسم الفينوبنزامين، وكان بينتمي إلى الجيل الأول من مضادات الحساسية. بس للأسف الحلو ما بيكملش، كانت ليها آثار جانبية وهي إن هي بتسبب النعاس الشديد. الأبحاث ما وقفتش على كده واستمرت شغالة لحد عام 1990 اللي ظهرت فيه الجيل الثاني من مضاد الحساسية اللي كان أكثر فاعلية وأقل في الآثار الجانبية، يعني ما بيسببش النعاس. ومن أشهر المواد ديت هي مادة الستريزين أو المعروفة تجاريا باسم الزرتك. واستمرت الأبحاث لحد سنة 2000 لحد ما ظهر الجيل الثالث من مضادات الحساسية اللي كان بيتميز بأنه أكثر أمانا وأكثر فاعلية. ومن أشهر المواد ديت هي مادة الديسلوراتيدين أو المعروفة تجاريا باسم الإرياس. وسبحان الله من أكثر الأمراض غموضا ومش معروف أسبابها لاكتشاف أهم مادة فعالة بيستخدمها البشر بصفة يومية وأنقذت حياة ناس كتير. وبس كده، كان معكم دكتور محمد عبد المطلب، ودي قصص طبية. ولو انت استفدت بالحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، وما تنسونيش من دعواتكم.